نبيكم ما خلى شيء ما سوى، حتى عرق شرب، وهذا موجود بكتبكم. قبل لا تنزل عليه الرسالة كان يضرب بطل بالركن حضرة جنابه، كان يسكر هو وعمر بن الخطاب وابو بكر وابو عبيدة بن الجراح، الشباب كانوا يسكرون بالركن. بعدين جاءه جبرائيل قال له نبي، أنت نبي؟ قال امشي لك. قال أنت نبي؟ قال امشي روح. فأخذه جبرائيل، الرواية في صلى الله عليه وسلم بخاري، فكسر أضلاعه وأخرج قلبه وغسله بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم نايم وعمر بن الخطاب سكران. يقول لك هاي شنو هاي شباب هاي شنو هذا صدق الوضع هذا طلعوا قلبه لو انا كثرت شنو الموضوع؟ يقولوا له لا صدق هذا محمد راح يصير نبي. واخرج جبرائيل قلبه من واخرج جبرائيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم فغسله بالماء، وغسله بالزاهي والقاصر والبليتش، واستعمل أدوات التنظيف وأدوات الحلاقة، وعقمه وأخرج منه علقة بيضاء، وغسله بماء زمزم وبماء الورد، وقرأ عليه الفاتحة لحفصه، ومن ثم أعاد القلب وعمل له عملية. فقال أبو بكر وهو سكران، أبو طلحة الزبير شنو الموضوع هذا؟ سوى له عملية؟ ما تشوفون انتم شنو جايبين شرب مغشوش مثلا؟ شنو الموضوع؟